بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحباب الكرام، أحييكم تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة سلام الإعلامية المباركة، أسعد بكم أيها الأحباب أينما كنتم داخل الوطن العزيز وخارجه، في لقاء أسبوعي مع برنامج مع اللغة العربية. أتشرف دوما بكم أيها الأحباب، وفي حلقة جديدة من برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة 82 بعد المئة بحمده تعالى. أهلا بكم أيها الأحباب الكرام. يعني لقد أطلنا ولم نطل عليكم بهذا الثوب الإسلامي الذي نحبه كثيرا ونستهدي به كذلك. و... وقصة هذا الثوب مع إطلالاتنا على الشاشات وعلى التلفزيون لي فيه ذكريات يعني. فما رأيكم أن نستهل هذه الحلقة، والتي سأتحدث فيها إن شاء الله عن موضوع رأيته في من الأهمية بمكان، وهو الحديث عن الأدب الأندلسي. لكن قبل هذا وذاك دعوني أسرد شيئا مما كلما ظهرت أو حييت مشاهدي الكرام بهذا الثوب الإسلامي، أتذكر الحادثة أو واقع معينة في وزارة الإعلام. وأنا أحب أحكي أشياء تاريخية، لأنها برضو هي جانب من جوانب التوثيق. طبعا كان في التلفزيون الإريتري، يعني تقريبا قبل أن نطل ونظهر بهذا الثوب الإسلامي، يعني تكاد لا تحلم أن تتزي بهذا الزي وتحيي المشاهدين الكرام من تلفزيون إريتريا، لأنه أي شيء له علاقة بالإسلام وبالعروبة وبعاداتنا وتقاليدنا نحن حتى كإريتريين، طوالي كان يفسر تفسيرا دينيا عقديا لدى المجموعة الحاكمة. والمجموعة الحاكمة طبعا عندها مشكلة مع ال- الجوانب العقدية، إسلاما كانت أو مسيحية يعني. وخاصة أنه هذا الإسلام بالنسبة لهم يعني يشكل بعبع كده، يعني جايبينه من فين؟ أنا أرجعه إلى الجرعة الإلحادية والجرعة السياسية الماركسية الشيوعية اللينينية. هكذا تخلقت تلك المجموعة، ولذلك عندهم هاجس يعني من كل ما هو يمت إلى الدين بصلة، بطريقة مباشرة كان أو غير مباشرة. ولذلك دعوني أحكي موقفين وسأدخل إلى حلقتنا عن الأدب الأندلسي. الواقعة الأولى، كان أحد الزملاء، كنا نقرأ النشرة مشتركة، يعني نشرة الأخبار باللغة العربية، قد يكون مذيع ومذيعة أو صحفي وصحفي يعني. فكان ذلك اليوم علي نشرة الأخبار مع الزميل الطاهر حمدي. وحي الزميل الطاهر حمدي هو تحلل من الإعلام بعد أن خرج من الوزارة. في فترة من الفترات عمل في إحدى القنوات، يعني مشرفا للبرامج، مشرفا على البث وهكذا، لكنه برضو ولى ظهره للإعلام. وأتحدث معه يعني نونس ونسات إعلامية، وهو موجود في أوروبا، له السلام والتحية. طاهر حمدي من المؤسسين للتلفزيون الإريتري، بالذات القسم العربي وبداية التلفزيون يعني. إذا كنا نحن من المؤسسين للإذاعة بعد التحرير، فأخونا طاهر حمدي هو من المؤسسين للتلفزيون. التحقت بهم على طول 94 إلى أن تحللت وخرجت منها يعني مكرها 2008. فكان يوم عيد، فقلت له: يا سيد الطاهر، ما نلبس زي الإسلامي كده ونطلع على الشاشة؟ قال لي: جميل. لبس كل واحد منا جلابية، وحتى ما عملنا فيها سدير وما إلى ذلك، جلابية وضعنا عليها طاقية يعني عادية يعني.
فإذا به أنا أتحفظ على مدير قسم البرامج آنئذ في التلفزيون، فدخل علينا وهو من بني جلدتنا يعني. دخل علينا في البث المباشر، والبث المباشر باقي له 5 دقائق فقط يعني. فالظاهر كان عند في مشكلة إدارية في التلفزيون بينه وبين الناس الاستوديو وما إلى ذلك. هو مسؤول كبير يعني، والكبير هو الله. فقال لنا: إيش هذا؟ ما هذا المنظر وما هذا المشهد؟ الكلام ده تقريبا أنا أقول ربما 95 94 شيء من ذلك. فقبل 30 عام يعني. قلنا له: كما ترى يعني. قال: ستقرؤون الأخبار بهذه الطريقة؟ قلنا له: نعم، ما في كلام زي ده. أنتم تعلمون نحن دولة علمانية وممنوع لبس هذا الزي، وبيننا وبين نشرة الأخبار وعلى الهواء مباشرة النشرة 5 دقائق في الحديث هكذا يعني. أخذنا دقيقتين 3. أنا أتيت إلى التلفزيون من الإذاعة متعاونا معهم، والطاهر حمدي هو من طاقم القسم العربي في التلفزيون، هو مسؤول المباشر. فلم يعني يتشجع أن يتحدث مع مسؤوله. فأنا قلت له: طيب ماذا تطلب مننا الآن؟ أنا جاي من الإذاعة، عندي مندوحة للحديث يعني. ما أعرف، ربما هذا هو السبب أنا أقول. والمسؤول المحترم هذا كان يكون لي كل احترام وتقدير يعني، لكن ذاك مسؤول يعني. فقلت له: ماذا تود مننا الآن ونحن داخلين على نشرة أخبار مباشر يعني، ولم يتبقى من النشرة إلا دقيقتين، وما في طريقة نغير لا ملابسنا لا عندنا. طبعا ما في الاستوديو في وزارة الإعلام الشيء الطبيعي، ينبغي أن تكون هنالك قمصان وبدل وكرافتات وما إلى ذلك. يعني مر عليك أي شيء، أو يعني سكب عليك شيئا من الماء أو الشاي وهكذا، يكون عندك مندوحة للتغيير. في وزارة الإعلام ما فيش الكلام. فقلت له: ماذا بأيدينا أن نعمل الآن والدقائق ماشية يعني؟ قال لنا: خلاص، أقلعوا الطواقي. قلعنا الطاقية وأنا عاسر الرأس يعني. والطاهر حمدي كان فيه شيء من الشعر، لكنه الآن شاركنا في في صلعة يعني. فقرأنا نشرة أخبار لابسين جلابية. تخيل عزيزي المشاهد، واحد لابس جلابية وما عنده أقل شيء أن تضع طاقية على رأسك إذا ما عممتها هكذا. والأفضل أن تعممها، تضع طاقية وتعمم يعني. فقرأنا نشرة أخبار وكأننا جايين من سوق البهايم يعني، مع احترامي للمهنة يعني، من الزريبة يعني. وفي حياتي أنا تعتبر تلك أسوأ نشرة أخبار قرأتها في حياتي، لأنه من الجانب العلمي عزيزي المشاهد، رجل مذيع داخل نشرة أخبار على الهواء مباشرة، لا تتحدث معه، لا تعكر مزاجه. عكرت مزاجه سيلخبط النشرة، لأن النشرة هي معركة. حقيقة نشرة الأخبار هي معركة، بس معركة سلمية، معركة بين المذيع ونشرة الأخبار والمشاهد الكريم والإضاءة والاستوديو، وأنك تقرأ وتقاعد الكلام، ولا بد أن تراعي القواعد والإعراب وما إلى ذلك، حيث الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمجرور وهكذا. فأنت تدخل إلى مباراة يعني مضمار بتاعت أنك أنت تدخل أنا هكذا أفهم النشرة. ولذلك أنت هذا المشاهد لأن ينبغي أن تعطيه احترامه الذي يستحق. ولذلك علميا علمونا هكذا الأساتذة، أنك لا تتحدث مع مذيع النشرة المباشرة أو أي مذيع طالع على الهواء مباشرة. وأنا أقدم هذه المعلومة ليستفيد منها الجميع. رجل طالع أو امرأة طالعة على الهواء مباشرة، سيبه حتى لو كان عندك في أي ملاحظة، بعد ما ينتهي قل له: تعال، إيش اللي عملته؟ لكن علميا لا تتحدث معه. فالجانب الغير علمي في المسؤول أنه هو تحدث معنا ونحن طالعين على الهواء مباشرة. نورت الشاشة ودخلت علينا الموسيقى وعلى النشرة. المهم قرأناها، وكانت أسوأ نشرة. طبعا هذا
إنذار مباشر من مسؤول يقول لنا نحن دولة علمانية وهذه الأزياء لا تعنينا. ألبسوا البدل والكرافتات والقمصان واستمرينا. انتهت تلك الحادثة، تغير المسؤول فجاء مسؤول آخر. يعني المسألة ما علمية، هي مزاجية. أنا أي زول كان يحكم على مزاجه، على مزاجه. فذات يوم أنا برضو، خلوني لا أذكر اسم الشخص الذي قال لنا نقيض ما فرض علينا ذلك المسؤول. فذات يوم من الأيام أنا داخل على الوزارة وعلي نشرة أخبار مباشرة بعد كذا سنين، طبعا 7 8 سنوات تقريبا. فالمدير المباشر هنا هو الوزير الآن وليس مدير قسم. فالوزير قال لي وأنا كنت لابس جاكيت، يعني ما بدلة كاملة لكن لابس بدلة فقال لي يا أخي أنتم لماذا لا تقرؤون نشرة الأخبار بالزي الوطني؟ الزي الوطني. طبعا الإسلامي لا يمكن أن يقول ولا الزي العربي ولا الزي الوطني. قلت له ماذا تعني بالزي الوطني؟ كلامنا كان بلغة التجريت يعني. قال لي بالجلابية فقلت له هل تسمحون لنا أن نلبس الزي الوطني، الجلابية والسديري؟ قال لي ألبسوا كما شئتم. هذا اللبس الذي أنت لابسه وأنا لابسه، كان لابس بدلة برضه. قال لي هذا ليس لبس أبي ولا لبس جدي. قال له نعم صدقت يعني. فقال لي البس الزي الوطني. قلت له سيد الوزير اليوم لدي نشرة أخبار، علي نشرة أخبار اليوم في الفترة المسائية الساعة 8. فقلت له سأتزيى بالزي الذي تريد أنت. وكانت مشتهى بالنسبة لي، منتهى يعني، أشتهي أن ألبس هكذا والله بأمانة يعني. فقلت له خلاص تابعني اليوم. طبعا معالي الوزير قاعد في مكتبه، وخرجت وأتيت إلى الوزارة في المساء. الكلام ده كان بالنهار يعني. ففي المساء طبعا لا يمكن أن آتي لابس كل الأشياء دي لأنه كنت أتأبط موتورسايكل والجو بارد في أسمرة وهكذا، فلابس جاكيت بس جايب معي شنطة كاملة. شنطة فيها جلابية وسديري وسماديت اللي هي الملحفة العكسية هذه، وعمها كامل يعني، 5 ولا 6 قطع جايبها. دخلت الاستوديو المجاور فتحللت من البدل وما إلى ذلك ولبست عريس يعني، بس وليس في يدي سيفا وعصا يعني. عريس داخل الاستوديو. أول ما دخلت على الاستوديو هكذا، مدير عام الاستوديو، استوديو التسجيل البث المباشر، قال لي يا أستاذ شريف أنت عليك نشرة أخبار؟ قلت له نعم. الحديث بالتقرية طبعا. وستقرأ هكذا؟ قلت له نعم سأقرأ هكذا. طبعا استنفر. والمصور داخل الاستوديو سألني بدهشة، قال لي يا أستاذ أنت ستقرأ النشرة هكذا؟ قلت له نعم. فطلع علي مدير الاستوديو البث المباشر لأنه هو المسؤول المباشر. قلت له نعم سأقرأ هكذا. قام اتصل بمدير الجانب الفني، برضو سأتحفظ عن اسمه. فقال له يا أخي الأخ شريف جانا لابس كذا كذا كذا. استنفر المسؤول. طبعا الوزير فوق لسه. استنفر المسؤول فجاني يعني مسرعا. قال لي يا أستاذ كيف أنت، من سمح لك بهذا أن تظهر على الشاشة وأنت طالع نشرة أخبار؟ قلت له سمح لي المسؤول. المسؤول مين؟ قال لي. قلت له معالي الوزير. الوزير طبعا لا حول له ولا قوة. المدير، مدير الاستوديو ومدير البث المباشر في سلطة الوزير لا يتحدث. قال لي الوزير قلت له الوزير بشحمه ولحمه. سمح لك هكذا؟ نعم. فتوارى فأسمعهم يهمهمون. قال هكذا وهذا هكذا بتاع يعني. خرجت على المشاهد الكريم إطلالة كده يعني فيها التحية لأنه المذيع عندما يكون مقتنع باللباس اللي لابسه ويحيي المشاهدين
كنت والحمد لله يعني من الذين لهم وجود في التلفزيون وحضور وهبة من الله سبحانه وتعالى يعني. وجوانا محروقين نحن. أنت داخل ده يتكلم معك طريقة اللا علمية واللا إدارية تقول. فذلك اليوم كنت منتشي، ويعني تخلقت بالأخلاق التي والله أنا لا أقول هذا الكلام لأنني في هذه القناة المباركة، لكن الشيء بالشيء يذكر يعني. فقرأت نشرة أخبار كما لم أقرأها من قبل، فيها النشوة وفيها يعني المتعة وفيها. وحقيقة أنا كنت ولا أزال أستمتع بنشرة الأخبار واستمتع بإطلالاتي على المشاهد الكريم، لأنه هذا المشاهد الكريم أنت تخلق معه علاقات وجدانية وعلاقات فكرية وعلاقات إنسانية وعلاقات أشياء كثيرة. نحن رصيدنا في هذه الإطلالات إنه المشاهد الكريم نقول له خيرا ويبادلنا ذلك ال- ال- الحسنى بالحسنى يعني. الحمد لله لنا رصيد من المعجبين ومن المشاهدين المحترمين جدا مثل حضراتكم أيها الأحباب. كملت نشرة الأخبار ووعدت المشاهد الكريم أنه سنطل عليكم بين فترة وأخرى بأزيائنا هذه الوطنية التي تشبهنا ونشبهها، وهكذا شيء من الارتجال، وأنا كنت أحب الارتجال كثيرا كما أرتجل الآن يعني. على الفور نزلت من الاستوديو فذهبت إلى مكتب الوزير مباشرة لآخذ منه رد الفعل، الفيدباك زي ما بيسموه. فطرقت الباب، تفضل قال لي. دخلت عليه. أول ما دخلت على الوزير الذي سمح لنا بذلك، يا سلام قال لي يا أخي. والحديث كان بلغة التقريت يعني. حاجة ممتازة يا شريف قال لي، وبالله رجاء قال لي واصل في هذا المضمار، والله وجدت غايتي وبغيتي ومشتهاي يعني. قلت له إن شاء الله. طبعا وأكون صادقا، لا يمكن أن أطيل كل يوم هكذا، لأنه أحد الشياطين يمكن أن يصحى يقول ما هذا الكلام. ف... ف... فقلت يعني برضو من الحكمة أنك أنت برضو، أنا عارف نفسيات هؤلاء. سمح الوزير، ويمكن الوزير الأعلى منه أو مكتب الرئيس يقول لا، ما هذه الفوضى التي تعملوها في وزارة الإعلام. فأقرأ نشرتين ثلاثة كده بالبدلة وكده بتاع. بعد فترة كده آجي لابس هكذا. وكنت برضو هذه العمة الحلبية هذه معروف عنها أهلنا الجبرتة، وأهلنا في سمهر، وأهلنا برضو في عنسبة يلبسون هكذا. ولكن عمة بركة والساحل هي تلك العمة الطويلة التي يعني برضو ارتاح لها، وهذه برضو ارتاح لها، والحمد لله. أنا ما لا عندي أي مشكلة في لف العمائم يعني. هذا فضل من الله يعني، الحمد لله يعني. لأنه أنا أعلم أنه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وقادتنا وعظمائنا يعني حببوا إلينا هذا الزي الإسلامي. وأنا أقول زي إسلامي، لا سوداني إريتري يمني وهكذا. هذا زي إسلامي يعني. أبو بكر الصديق والعشر المبشرين بالجنة والخلفاء الراشدين كلهم يعني، والمصطفى ما لبس لنا كرافتات، وكان يلبسوا هكذا جلابية طبعا حسب الظروف يعني. والعمائم دي برضه موجودة والطواقي وهكذا. هذا زينا الذي يعني نتزين به يعني. وكنت دوما عزيز المشاهد استغل المناسبات الدينية، إسلامية كانت أو مسيحية، أي مناسبة، حتى المناسبات يعني المناسبات العالمية هذه 8 من مارس، يوم عيد العمال، أي مناسبة استغلها برضو وألبس ويقولوا اليوم عيد لو مو في السانديو كده وهكذا يعني. فكنت كثير الظهور بمثل هكذا زي. وبحمد الله يعني بتلك الواقعة كنت أول من لبس الزي الوطني، الزي الإسلامي، في التلفزيون الإيتري على نطاق الوزارة كلها. كما كنت أول الصحفيين الذي شارك في حج 99 مع الوفد الإعلامي العالمي، والحمد لله يعني. فبعد ذلك بدأوا زملائي الإعلاميين من قسم التجري يعني يتزينوا، وواحدين سألوني
قالوا لي: أنت مين قال لك ألبس كده؟ ما الزملاء. قلت لهم: يا أخي معالي الوزير، وإذا أردتم أن تلبسوا فالبسوا، يعني على مسؤوليتك. على ما قلت لهم: أنا ظهرت على الشاشة يعني مما تخافون يعني. وهكذا. فلما أربط الواقع الأولى الذي طلب منا أن نقلع الطاقية فقط لهوى في نفسه، ذلك مسؤول. وهذا برضو لهوى في نفسه، قال لنا ألبسوا. مين اللي هنا تسمحوا لنا؟ نعم نسمح لكم، ألبسوا. فأنا أقول إنه المزاجية هي التي أحد يمنعك وآخر يسمح لك. ففي السماح هذا له الشكر الجزيل، وسنينا سنة حميدة ويشكر عليها ذلك الوزير الذي سمح لنا. وهكذا كنا نتبدى حتى في الأعمال الشعرية والأعمال الفنية التي قدمتها في المناسبات الوطنية. كنت أتعمد أن أظهر بهكذا زي. لم أقدم أي عمل أدبي فني شعري وما إلى ذلك وألا أنا متزيي بهذا الزي يعني. وكثيرون من غيرنا أساتذتنا الكبار كانوا يتزيون بهذا الزي الوطني، الزي الإسلامي العربي يعني. وهكذا عزيزي المشاهد، أنا عنا لي هكذا أن آه، أفتتح هذه الحلقة بذكر مناسبة أنه كيف كنا نتزيى هناك وما إلى ذلك. ذات يوم كذلك المناضل المرحوم عمنا رمضان محمد نور له الرحمة والمغفرة، ذات يوم لبست مثل هذه العمامة، لكنها كانت أشبه بالعمامة العمانية، ألوان وهكذا يعني. ف... فبعد يومين ثلاثة وجدت بالصدفة معالي الوزير رمضان محمد نور له الرحمة والمغفرة، حيث كان وديرا لكنه تنازل عن المسؤوليات وعاش كده لحد إلى الرحل. فقال لي: يا شريف، أنا أول امبارح شاهدتك في الأخبار. فقلت لهم: من هذا العماني الذي يقرأ النشرة؟ فسأل جماعة اللي حوله: من هذا العماني؟ هذه تلفزيون إريترا ولا سلطنة عمان ولا تلفزيون السلطنة؟ فقالوا له: هذه تلفزيون إريتريا، وهذا الصحفي شريف اللي قاعد يقرأ الأخبار. فانتبهت لك. قال لي: والله يعني كأنك عمانيا، لفتك وبتاع. واللفة العمانية طبعا معروفة غير هذه اللفة يعني، لكن يبدو لي أنا حاولت أعملها ما أتذكر، لكن لفتي كانت هكذا يعني. فقال لي: بس سلطنة عمان وديكها. قال لي يعني ممتاز جدا، ان شاء الله مبسوطه يا عمنا رمضان. ايوه، قال لي مبسوط واصل فيها وبتاع. قلت له: ان شاء الله يعني دائما حنلبس. فكنت دوما اول شهر رمضان بالكامل، شهر رمضان، نشرات الاخباريه كلها كانت بهذا الزي. وكان عندي 3 نشرات اسبوعيه والحمد لله. شهر رمضان كامل الى العيد كنت لا اتحلل من هذا الزي، اغير مره كده ومره كده، لكن برضو هذا اللبس الاسلامي. بعد ما نعيد نخش في البدل شويه، نشرتين ثلاثه اربعه واعود الى الجلاليب وهكذا يعني. هذا على هامش السيره وعلى هامش الحلقه عزيزي المشاهد. الان ناتي الى الحلقه في موضوع الادب الاندلسي. طبعا عزيزي المشاهد، آم، كما قال الشاعر أول، يعني خلوني برضو أتذكر أبيات شعرية يعني كنا نتذكرها ونحن كانت في إحدى المناهج الدراسية في السودان. يعني الكلمات تقول آه، مقارنة بهذا العهد البائس الذي نعيشه اليوم عزيزي المشاهد. في واحدة من القصائد، خلوني أنا أجيب القصيدة عشان، لأنه من خلال تلك القصيدة عنا لي أن أتحدث عن الأدب الأندلسي. عدنا إليكم أيها الأحباب. أنا كأديب وشاعر، حتى يعني إذا لم أبدأ أكتب شيء يعني، لكن أطالع دوما الشعر يعني، لأنه نحن نعيش في مجتمع أعجمي يعني. فإذا لم تربط بلسانك بالفصيح، أولا القرآن الكريم والحمد لله، ثم الأحاديث النبوية الشريفة، ثم تدلف إلى الشعر والحمد لله هذا البرنامج مع اللغة العربية يربطني باللغة، حيث أبحث ماذا أقدم في الحلقة القادمة وهكذا.
وقد وصلنا بحمده تعالى كم 80 بعد المئة. فأنا أطالع، قرأت هذه الأبيات وقرأناها يبدو لي نحن في الثانويات. يقول الشاعر: يا فتية في سبيل العلم قد سهروا، يجنون من ثمر طابت مجانيه، هامت عيونهم بالكتب فانشغلوا، بكل معنى يغذي الفكر تحويه، وأعرضوا عن ملاهي الكون في زمن أمسى الشباب غريغا في ملاهيه. يا فتية أصبحوا للمجد أمثلة، لا بد للمجد من علم يقويه. هيا انظروا كيف أمسى الغرب ينفحنا بعلمه بعدما كنا نغذيه. هيا انظروا كيف أمسى الغرب ينفحنا بعلمه بعدما كنا نغذيه. كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه. كنا أساتذة الدنيا وقادتها، والغرب يخضع إن قمنا نناديه. واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه؟ في الدين والعلم والأخلاق مجدكم، هذا البناء الذي يعلو ببانيه. وكل من نطق الفصحى لكم رحم، فوحدة العرب درع المجد يحميه. أول ما قرأت هذه الأبيات، أنا لا أذكر شاعرة، لكن تذكرت الأدب الأندلسي، وتذكرت هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمة الإسلام يعني، وأمة العروبة. يعني كانت أوروبا ظلاما ظلاما ضل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه. كنا أساتذة الدنيا وقادتها، والغرب يخضع إن قمنا نناديه. واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه؟ في الدين والعلم والأخلاق مجدكم، هذا البناء الذي يعلو ببانيه. وكل من نطق الفصحى لكم رحم، فوحدة العرب درع المجد يحميه. ففي الأدب الأندلسي: وشمس أندلس بالعلم تهديه، إشارة من ذلك، قلت ما دعوني أقدم شيئا عن الأدب الأندلسي، وهو أدب عظيم. وخلونا نقرأ ماذا كتب عن الأدب الأندلسي. عزيزي المشاهد، الأدب الأندلسي عبارة عن الأدب المكتوب باللغة العربية أساسا، وكذلك باللغة العبرية، وباللهجات العربية اليهودية والأعجمية الأندلسية في الأندلس، إسبانيا الحالية، أي في شبه الجزيرة الإيبيرية، في الحكم الإسلامي الذي كان من عام 711 إلى 1492، قرابة 500 وأكثر. ينقسم التاريخ الإسلامي في أسبانيا إلى فترتين: فترة المد، وتبدأ بفتح الأندلس حتى عصر ملوك الطوائف. وملوك الطوائف هذين العزيز المشاهد هي فترة تاريخية في الأندلس، بدأت عام 422 هجرية، عندما أعلن الوزير أبو الحزم ابن جهور سقوط الدولة الأموية في الأندلس، ما شجع أمراء الأندلس ببناء دويلات منفصلة وتأسيس أسرة حاكمة من أهله وذويه. تفرقت المجموعات الحاكمة هناك، وبعضهم استعان حتى بالأعداء، يعني مع الأسف الشديد. يعني الفترة الأولى تبدأ بفتح الأندلس في عصر ملوك الطوائف، وهي التي حكم فيها أمراء وحكام من المشرق أو الأندلس نفسها. وفترة الجزر، وهي التي حكمت الأندلس فيها دول من شمال إفريقيا، وهما دولتان: المرابطين والموحدين. نأتي، أنا ما دار أخش في التفاصيل، وإن كان أحيانا ربما نحتاج إلى تعريف دولة المرابطين. خلونا برضو نقرأ التعريف: هي سلالة مسلمة من الأمازيغ،
تركزت في أراضي المغرب الحالي. أسست إمبراطورية امتدت من مناطق المغرب الأقصى والأندلس بدءا من خمسينيات القرن الحادي عشر، واستمرت حتى سقوطها في أيدي الدولة الموحدية عام 1147. انبثقت من حركة دعوية إصلاحية إسلامية اعتمدت في بدايتها على قبائل سنهاجة. بعد التحام عدد من قبائلها الكبيرة، تحول هذا الالتحام إلى دولة المرابطين. أما الخلافة الموحدين دين، الخلافة الموحدية أو الدولة المؤمنية أو الدولة الموحدية نسبة إلى الموحدين، هي دولة أمازيغية مسلمة قامت في شمال إفريقيا خلال القرن الثاني عشر ميلادي في أوجها. سيطرت على بلاد المغرب وأجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية أي الأندلس. متى كان الفتح العربي للأندلس؟ كان الفاتحون لأسبانيا من العرب لا يعرفون من الثقافة العربية إلا القرآن الكريم وعلومه والشعر الغنائي المشرقي الذي كان ذائعا أواخر القرن الأول الهجري. وكذلك كان شعر هؤلاء الفاتحين لا يخرج عن أن يكون فخرا بالأصل، أو تغنيا بالشجاعة في الحروب، أو حنينا إلى الوطن الأم، أو بكاء على الشهداء في الفتوح. ولم يبق لنا من شعر هذه الفترة إلا أخباره ووصفه. وكان لانتشار الإسلام وحرص المشرق على سلامته في تلك البلاد النائية أن رحل كثير من علماء الدين بعلمهم إلى إسبانيا حاليا، فنمت الدراسات الدينية وانتعشت. وتبنى الأمويون في الأندلس لأسباب سياسية مذهب مالك بن أنس الذي نشره الأوزاعي. مالك بن أنس عزيزي المشاهد هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، فقيه ومحدث مسلم، وثاني الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب المالكي في الفقه الإسلامي. اشتهر بعلمه الغزير وقوة حفظه للحديث النبوي الشريف وتثبته فيه، وكان معروفا بالصبر والذكاء والهيبة والوقار والأخلاق الحسنة. وقد أثنى عليه كثير من العلماء، منهم الإمام الشافعي رحمه الله. هذا مالك بن أنس الذي نشره الأوزاعي، وقامت مدرسة فقهية نشرت الموطأ، موطأ الإمام مالك. ويذكر منهم يذكر منهم ابن حزم الأندلسي في دفاعه عن الأندلس، عيسى بن دينار عام 827، وابن حبيب 852، والعتبي 869، وابن مزين إلى آخره. وقد تابع هذه المدرسة وسار على نهجها تلاميذها مثل ابن لبانة وابن عميان وابن أصبع وأحمد بن سعيد، وأهمهم ابن عبد البر. وحاول بقي ابن مخلد سنة 881 عبثا عند عودته من المشرق أي يدخل مذهب الشافعية، ويعد ابن حزم تفسير ابن مخلد أفضل من تفسير الطبري، وأشياء كثيرة يعني. وعرف الأندلسيون أي عرف الأندلسيون مذهب المعتزلة وعرفوا الفلسفة. تدل على ذلك كتب ابن مرة عام 831 ومدرسته، وذاعت علوم اللغة. ولكن وفود مثل أبي علي القالي من العراق أنعش هذه الدراسة، وكتابه الأمالي الكتاب المعروف، وكان من معاصريه، أي صورة لدروسه في جامع قرطبة. قرطبة هذه من المناطق الأثرية العلمية التي كانت في الأندلس. كما ألف كتاب البارع وكتاب النوادر
وكان من معاصريه الرياحي وآخرون. وألف الأندلسيون في التاريخ خالطين بين التاريخ والأساطير أول الأمر، كما فعل ابن حبيب، ثم ألفوا حوليات على نسق كتاب الطبري الذي أكمله ابن سعيد عام 980 بحوليات حديثة. عندما ننظر إلى التاريخ عزيزي المشاهد، تقول الدراسة ولكن أكثرهم كان يهتم بتاريخ إسبانيا ويتبع التسلسل حسب الملوك والأمراء. وذاعت أيضا كتب التراجم، تراجم للقضاء والأطباء والكتاب. وأهم نوع كان الذي يؤرخ منذ الفتح إلى عصر المؤلف، مثلما نجد عند الرازي وابن عيسى الذي نقل عنه ابن القوطية في أخبار مجموعة، كما نقل عنه ابن حيان في كتاب المقتبس من أبناء أو من أنباء الأندلس، كتاب المقتبس من أنباء الأندلس المعروف بمجرد المقتبس. وأهم مؤلف تاريخي، أي مؤلف تاريخي في هذه الفترة، هو كتاب طبقات الأمم لسعيد الطليطلي عام 1069، الذي ترجم فيه، أي ترجم لليونان والرومان كذلك. فيما يتعلق بالجغرافيا التي تضم منطقة الأندلس، برضو ذكرت الدراسة عددا من المعلومات. نأتي عزيزي المشاهد بعد فاصل قصير لنتحدث عن الشعر الأندلسي، أشكاله سواء كان في أيام الموحدين والشعر الأندلسي ومرحلة عصر الولاة وعصر بني أمية وغير ذلك، من ما يعطينا ملامح عامة عن الأدب الأندلسي. أيها المشاهدون الكرام، أنتم مع حلقة في برنامج مع اللغة العربية، ونتحدث من قناة سلام الإعلامية المباركة. نتحدث اليوم عن الأدب الأندلسي، فكونوا معنا أيها الأحباب الكرام مشكورين، وجزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الكرام، ها نحن عدنا إليكم بحمده تعالى لنتحدث الآن عن الشعر الأندلسي. تقول الدراسة التي وقفنا عليها عزيزي المشاهد: ولا نعرف إلا القليل عن الشعر الأندلسي في القرون الأولى للفتح الإسلامي، ولضياع المجموعات الأولى من الشعر مثل كتاب الحدائق لأبي فرج الجياني، يصعب علينا درس هذه الفترة. يقال إن سفير عبد الرحمن الثاني يحيى الغزال قد كتب شعرا ملحميا مستعملا الأرجوزة، ويقال إن لتمام ابن أمير ولابن عبد ربه شعرا، ولكن الموشح في القرن التاسع هو الشكل الأندلسي الأول في الشعر العربي بالأندلس. وكان عزيزي المشاهد أول أمره مقاطع منوعة للقافية، يعني درجة القصيدة العربية تسير منذ العهد الجاهلي على قافية واحدة كما نسير عليه اليوم نحن هنا، لكن في الأدب الأندلسي، في الشعر الأندلسي، بدأت تتنوع القافية، وينتهي بخارجة في لغة رومانسية غير عربية، يمثل ازدواج اللغة في الشعر العربي لأول مرة.
كما يمثل ازدواج الذوقين الفنيين العربي والأسباني. وقد ظل الموشح غنائيا عربيا فصيحا، ولكن تنوعت فيه القافية. نعم عزيزي المشاهد، ولكن تنوعت فيه آه القافية. بالتالي فإنه من الصعب أن ندرس الموشح درسا كاملا. وبالرغم من ذيوعها واستساغة بعض النقاد المشرق لها، فقد ظلت نوعا ثانويا لشعبيتها إلى جانب الأشكال العربية القديمة التي تنوعت قليلا في بلاط خلفاء المغرب. وأهمية الموشحات تزداد عند المستشرقين اليوم بسبب علاقة الشعر الشعبي الإسباني بأولويات الشعر الأوروبي عند الشعراء الجوالين هناك. وأهم من أثر في المغرب من شعراء المشرق هو المتنبي، أبو طيب المتنبي. أبو طيب المتنبي هو عزيزي المشاهد أحمد بن الحسين الجعفي الكندي الكوفي، شاعر مجيد، لقب بشاعر العرب ومالئ الدنيا وشاغل الناس. له مكانة سامية لم تتح لغيره من شعراء العرب بعد الإسلام، فيوصف بأنه نادرة زمانه وأعجوبة عصره. وظل شعره إلى اليوم مصدر إلهام للشعراء والأدباء، وهو شاعر حكيم وأحد مفاخر الأدب العربي. وتدور معظم قصائده حول نفسه ومدح الملوك، وهو الذي قال: ونفسي من الشعراء ونفسي من الملوك، وإن كان لساني يرى من الشعراء. وكذلك تقول الدراسة هو المتنبي الذي شرح ديوان ثلاثة من أعلامهم: الشنترمي، الإفلي، وابن سيده. وقد احتذاه في تنويع وإجادة شعراء بلاد قرطبة. وظل الشعر الرسمي حتى القرن الحادي عشر مقلدا، ثم اتخذ لنفسه شخصية قوية جديدة. ولا شك أن خلفاء بني أمية شجعوا الأدب وعملوا على جمع الكتب مكتبة الحكم الثاني. ولجزيل عطائهم ظهرت طائفة من شعراء البلاد، أهمهم في تلك الفترة المصحفي 982. ولكن الشعر الأندلسي الحضري يبدأ بابن دراج القسطلي عام 1030 في عصر المنصور، الذي أحرق مكتبة الحكم خوفا على الدين من العلم والفلسفة. ويعد البغدادي والرمادي من شعراء هذا النوع في هذه الفترة. وتزعم ابن شهيد عام 1035 حركة شعراء من أصل أرستقراطي قاومت الموشح لشعبيته، وتعصبت للشعر الفصيح وللعربية الأصيلة. وتظهر أفكاره تلك في كتاب التوابع والزوابع. ويعد ابن حزم في تحليله للشعر العذري في طوق الحمامة من تلاميذ هذه المدرسة، وإن تكن شاعريته أقل درجة. ولم يؤثر سقوط الخلافة وقيام ملوك الطوائف في الشعر، بل أنه على العكس وصل إلى ذروته. وفي هذا العصر ازدهرت حركة جمع الدواوين والمختارات الشعرية. ووصلتنا دراسة أيضا عن الشعر في القرن الحادي عشر، نشرها المستشرق بيرس أخيرا، وعلق عليها بدراسة وافية للشعر في القرن الحادي عشر. وإذا كان كل بلاط تخصص في حماية نوع من المعرفة، فالكل حمى الشعر وعالج الشعر الكلاسيكي الجديد كل الموضوعات. وإن يكن الوصف
وصف الطبيعة والحيوان والإنسان أكثر موضوعاته انتشارا. وشهر في قرطبة اشتهر في قرطبة ابن زيدون عام 1070 الذي تغنى بحبه لولادة بنت المستكفي التي كانت حياتها شعرا، وألهمت شعراء أسبان، بل شعراء صقلية أيضا مثل ابن حمديس. وفي بلاط المعتصم ظهر الشاعر ابن شرف. وفي قرناطة اشتهر أبو إسحاق الليبريلي وابن عبدون. وفي عصر المرابطين الذي يبدو أنه جمع شمل الدولة الممزقة خمد الشعر، فقد كان أكثر اهتمامهم بالدين. وفي بلنسية وحدها نجد الشعر المتحرر الذي شاع أيام الملوك، أي ملوك الطوائف، بينما بسط سائر الملوك رعايتهم على شعر مديح تقليدي. وفي بلنسية نجد شعر الطبيعة والغزل عند ابن خفاجة، وشعر الطبيعة والمشروبات عند ابن زقاق. وفي أيام الموحدين فقد ظهر ابن سهل والرصافي. وإلى سقوط قرناطة لم ينبغ إلا لسان الدين الخطيب، وكان آخرهم ابن زمرك، وكلاهما لا يعد من الطبقة الأولى في الشعراء. ولما شعر الأدباء بأفول نجم الشعر في الأندلس أخذوا في جمع تراثه، فابن بسام يؤلف الذخيرة، والفتح ابن خاقان يؤلف قلائد العقيان، وابن سعيد يستخلص من كتابه المغرب رياض المبرزين ليؤرخ الشعر في الأندلس، إلى أن انتهى الجزر وخرج العرب من الأندلس. نجد من يحمل اللواء الموشح مثل الأعمى الطليطلي وابن بقي، ويقود لواء الزجل ويصل به القمم الغنية الرائعة الشاعر ابن غزمان. وقد انتعش الزجل بفضله وألف فيه كثير من شعراء الفترة الأخيرة. أما النثر الذي بدأ أندلسيا بابن شهيد وابن حزم فإنه سرعان ما مال نحو تقليد المشرق، يدل على ذلك سراج الملوك للطرطوشي، وموسوعة البلوي، وطائفة المقامات التي قلدت الحريري مثل مقامات الشرسيسي. وشجع الموحدون التأليف الدينية والعلمية، ففي العلوم الدينية ألف ابن عاصم التحفة، كما ألف في اللغة البطليوسي. ولكن يلاحظ أن فريقا من العلماء أمثال ابن مالك وأبو حيان آثروا المشرق إذ نزحوا إليه بمؤلفاتهم، وذاعت كتب السيرة بعد القاضي عياض، فقد ألف في السير ابن بشكوال والضبي وابن الأبرار وابن زبير. وألف في التاريخ ابن سعيد المغربي كتابه المعروف المغرب، الذي اعتمد على كثير مما سبق في الميدان، وبرز في الجغرافيا الإدريسي. وفي تأليف كتب الرحلات ابن حامد الغرناطي وابن جبير والعبدري في القرن الثالث عشر. وازدهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر العلوم كالرياضة والفلك والصيدلة وعلم النبات والطب. وقد أثرت العربية في لغة شعب أسبانيا، وتغلغلت في لغاتهم الدارجة، وأوجدت لهجات خاصة لها أدب شعبي خاص يدرس لأهمية أثره في شعر أوروبا في القرن الوسطى ولدوره في شعر النهضة. نقرأ شيئا من شعر الأندلس عزيزي المشاهد قبل أن نطوي صفحات ودقائق هذه الحلقة، مع الشكر الجزيل لكم أيها المشاهدون الكرام. تقول الدراسة: الشعر الأندلسي له طابع خاص في الخصائص، لا سيما في الفنون الشعرية، الذي امتاز بالوصف ورثاء الممالك الزائلة والاستنجاد بالرسول وكبار الصحابة رضوان الله عليهم والرسول صلى الله عليه وسلم، ونظم العلوم والفنون والشعر الفلسفي، كما امتاز معانيه وأفكاره بالوضوح
والبساطة والبعد عن التعقيد والتلميح إلى الوقائع التاريخية، ولا سيما في رثاء الممالك الزائلة. أما ألفاظه وعباراته فقد كانت واضحة وسهلة، والرقة والعذوبة، وتجنب أي تجنب الغريب من الألفاظ، واهتم بالصنعة اللفظية. وقد انتزع تصويره وخياله من البيئة الأندلسية الغنية بمظاهر الجمال الطبيعية وتزاحم الصور. أما بالنسبة للأوزان والقوافي فقد التزموا بوحدة الأوزان والقوافي بداية، ثم ابتدعوا أوزانا جديدة لانتشار الغناء في مجالسهم، ونوعوا في القوافي، ومن ذلك الموشحات. ومن أشهر شعراء العصر الأندلسي هم أحمد بن عبد ربه، وابن برد، ابن هاني الأندلسي، وابن سهل الأندلسي، الذي قال قصيدة مشهورة بالرداء الأخضر، قال فيها: الأرض لبست رداء أخضرا، والطل ينثر في رباها جوهرا، هاجت فخلت الزهر كافورا بها، وحسبت فيها التربة مسكا أذفرا، وكأن سوسنها يصافح وردها، فقر يقبل منه خدا أحمرا، والنهر ما بين الرياض تخاله، سيفا تعلق في نجاد أخضر. كلام جميل. أما مرحلة عصر الولاء، هذه المرحلة تبدأ بالفتح ودخول الإسلام لهذه البلاد، وبعد تعيين أول والي عليها من قبل بني أمية في المشرق. وبطبيعة الحال كان أدباء تلك الفترة من الوافدين المشارقة، أي من المشرق، لذلك اتسم الشعر تلك الفترة بأنه مشرقي خالص، بمعنى أنه أي خصائصه هي خصائص الشعر المشرقي من حيث الموضوعات والأسلوب. فالموضوعات تقليدية من مديح ورثاء وهجاء إلى آخره. أما الأسلوب كذلك سار على الاتجاه المشرقي من لغة وصور وبناء للقصيدة. وكان من أبرز شعراء تلك الفترة أبو الأجرب جعنون ابن الصمة، وأبو الخطار حسام ابن ضرار، وإن لم يصلنا غير القليل من أشعارهما. وفي عصر بني أمية الذي يبدأ بتولي عبد الرحمن الداخلي الملقب بصقر قريش، عندما تولى الحكم وبناء مجد لبني أمية على أنقاض مجدهم الضائع في المشرق على يد العباسيين. وفي هذه الحقبة ظهر لنا أول جيل من الأندلسيين العرب، وإذا نظرنا لحالة الأدب لوجدناه متطبعا بالطابع المشرقي، فالشعراء يسيرون فيه على تقاليد المدرسة المشرقية المحافظة. غير أن هناك سمات ثلاث تميز شعراء تلك الفترة عن شعراء المشرق، وهذه السمات هي التجديد الموضوعي، بمعنى طرق موضوعات جديدة أو موضوعات قديمة ولكن بطريقة جديدة، كمعالجة الشاعر ابن المخشي للعمى إذا أصيب به بعد أن كان مبصرا، فأخذ يصور حاله وحال زوجه المتأثرة بما أصابه. من بين السمات كذلك التركيز العاطفي، وهو تركيز الشاعر على عواطفه ونقلها عبر نصه الشعري. كذلك من سمات تلك الفترة التجويد الفني، يعني إيصال المعنى بطريقة الإيحاء. ومن أبرز شعراء تلك الفترة عبد الرحمن الداخل، وأبو المخشي، وحسان التميمية، والحكم بن هشام. ولا يفوتني كما يقول الكاتب أن أذكر لك بأنه في هذا العصر ظهرت لنا الموشحات كخطوة جديدة جريئة في عالم الشعر العربي. وقد مهد هذا الفن لظهور موضوعات جديدة نحو الخمريات والغزل الشاذ. فالموشحات كما نعلم كانت مرتبطة إلى حد كبير بالغناء واللهو، وبذلك
انتقل بعض الشعراء إلى مرحلة التجديد الشعري من طرق موضوعات جديدة نحو الخمريات، على سبيل المثال وصف الطبيعة والزهد كرد فعل لظاهرة تفشي اللهو والمجونيات. أما الأسلوب فقد حدث فيه تجديد كذلك، من استعمال الأوزان القصيرة، ومن سهولة اللغة الشعرية، ومن استمداد الصور من الحياة الحضارية إلى آخره. عصر ملوك الطوائف، ويبدأ من انتهاء حكم بني أمية، أثر الفتنة القرطبية التي ألحقت الدمار بكل شيء في قرطبة، رمز العلم والمجد آنذاك. وقد تميز هذا العصر بروح التنافس القوي بين ملوكه، فأغلبهم كان محبا للعلم والأدب، بل منهم من كان يقرض الشعر كالمعتمد ابن عباد ملك إشبيلية. وكان هؤلاء الملوك يسجلون العطاء للشعراء، مما ساهم في تطور الشعر في تلك الفترة. وبسبب الاستقرار المادي والحضاري والعلمي، وجدنا بعض الشعراء يعود مجددا للأسلوب الشعري القديم مع ربطه بالحضر، فظهر لنا أصحاب الاتجاه الوسطي و أو المحافظ الجديد، وكان من بينهم الشاعر المعروف ابن زيدون وابن خفاجة وغيرهما كثر. وهذا أبرز ملامح الأدب الأندلسي وأبرز اتجاهاته الأدبية. وإذا أردت المزيد فيمكنك الرجوع عزيزي المشاهد إلى الكتب التالية: الأدب الأندلسي من الفتح إلى السقوط لأحمد هيكل. الأدب الأندلسي عصر الإمارات لإحسان عباس. كذلك الأدب الأندلسي عصري الطوائف والمرابطين لإحسان عباس. وكذلك وصف الحيوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين للدكتور حازم عبد الله خضر. وبشكل عام عزيزي المشاهد، إن الشعر الأندلسي ظل الشعر الأندلسي أول الأمر يقتفي آثار الشرق وينسج على منواله، باعتبار أن هذا الأخير كانت له مكانة مرموقة في قلوب الأندلسيين، لأنه مهبط الوحي ومصدر الحضارة ومهد الفكر العربي المبدع. وهذا ما يفسر استشراف كبار الشعراء الأندلسيين وتطلعهم للتمثل بزملائهم المشارقة ومحاذاتهم، بل والتكني بكناهم أيضا. وقد ظهرت آثار التقليد والمحاكاة جلية في شعر ابن عبد ربه وابن شهيد وابن دراج القسطلي. من جانب آخر، ظهرت حركة طبعها نوع من التحرر، حيث لم يعد عمل الشعر قاصرا على الأغراض والمعاني القديمة، بل انصرف إلى وصف البيئة الأندلسية وأحوالها، وصفا لم يتردد مثله في الشعر العربي، دقة ورقة وجمالا وخيالا، حسب تقدير إحدى الرؤى النقدية. ومن أبرز شعراء هذه الحركة التجديدية ابن زيدون وابن عمار والمعتمد، ومن المتأخرين ابن حميدين وابن خفاجة وابن الخطيب. أيها السادة والسيدات، تحدثنا من دراسة عن الأدب الأندلسي. آمل سيداتي سادتي أن تكونوا قد استفدتم شيئا مما ينبغي الاستفادة منه والاطلاع عليه كأدب مختلف مما درج عليه المشرق. ويظل الأدب الأندلسي مصدر إلهام كثير من المجددين كذلك في هذا العصر، وسيستمر التأثير والتأثر بالأدب العربي في الأندلس. أيها السادة والسيدات، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. كذلك نقول: قال الشاعر العربي القديم: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
آمل سيداتي سادتي أن ألتقيكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج مع اللغة العربية عبر قناتكم الدعوية العربية الإسلامية، قناة سلام الإعلامية المباركة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.